السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، جمهورنا الكرام، أينما كنتم مليون تحية. طبعا اليوم لقاء مباشر. طبعا المواضيع مختلفة، عندنا واحد 3 ديال المواضيع. الموضوع الرئيسي هو الجزائر. طبعا الجزائر دولة تنتمي للمغرب العربي والجارة ديال المغرب، وكاين طبعا روابط وعلاقات تاريخية مع الجزائر، وكاين ما هو مشترك على مستوى الدين واللغة وحتى الثقافة. على إيه؟ هنا الإخوان السؤال اللي مطروح مؤخرا واللي طرح واحد السيد على المشاركة المغربية ديال المنتخب الوطني U17. طبعا طرح تساؤل من حقه تساؤل مشروع، قال لك اودي واش حنا بالضروره غنمشيو بلا رام بالطياره المغربيه او بطائره اخرى، او ما نمشيوش نهائيا وما نشاركوش. طبعا الاخوان هنا كل غادي يجاوب انطلاقا من القناعات ديالو ومن النظرة اللي عنده أو التمثل اللي عنده على هذا الصراع اللي كاين دابا. هذا الصراع اللي هو ظاهر بين المغرب والجزائر، ولكن اللي خصنا نعرفوها الإخوان، راه المغرب والجزائر كما قلنا كاين علاقات ديال نسوبية، وكاين مغربي مجوج بجزائرية والجزائرية مجوجة مغربي. إذا الإخوان ما نكروش هادشي، وكاين هذا عنده عمتو تما. إذا الإخوان هادشي ميمكنناش ننكرو. إذا كاين علاقات وطيدة. طبعا هما اللي بداو، هما اللي سدوا الحدود، هما اللي داروا المنهج الجوي. على إيه؟ هما اللي كانوا مبادرين لقطع العلاقات ديال المغرب والجزائر. من ترجعوا للتاريخ الإخوان، واحد المسألة خصنا نعرفوها بعدا، وهو أن لو سيستيم إيديكاتيف ديالهم، التعليم، المنظومة ديال التعليم ديالهم، ملي خداو الاستقلال كان ديك التمييز، كانوا داكشي اكسبري كانوا تيديروا لي جينيرال من داك العام، وانهم كانوا تيميزوا بين المغاربه وبين الجزائر، بمعنى ان الجزائري تعطي الاسم ديالو حقيقي فلان، مثلا الرئيس مصطفى او اي اسم اختاروه، وبالنسبه للمغاربه اللي كانوا تما تيديروا ديما ديك بن محمد بن على اي الرئيس بن على اي. هذا كان الاخوان في واحد التمييز. ولكن في التعليم انت تقري انت دوك الوليدات ديك ما تيكونش هذه السياسه كانت الاخوان ممنهجه. طبعا حنا ما غنتكلموش على ان البوليسارويه صنيعه لي جينيرو ديال الجزائر. طبعا والجزائر كانت عندها اطماع استراتيجيه في المنطقه. طبعا كان صراع، وكان صراع حتى مع الحسن الثاني كقائد ديال المملكه العامه ديال المملكه المغربيه ومالك ديال البلاد. على ايه؟ حنا ما ندخلوش، حنا اللي بغينا نقولوا للاخوان بان الشعب المغربي ما عندوش شي حاجه مع الشعب الجزائري. كاين علاقات، والدليل الاخوان، الدليل راه هو تيشوفوا انتم ملي تيجيو دوك الفراقي، ملي تيجيو الفراقي راه كيفاش نتعاملوا معاهم هنا في كازا في الرباط. راه شوف الفرقه نتوما اللي جات، راه شو كيقدموا الشاي والحليب والحلوى وكرم. هادشي معروف الاخوان عند المغرب. الجزائر اللي مشى المنتخب نفس الشيء، اللي بيع تصريحات قالت لك اودي كان استقبال وكان كرم وكان على ايه. انا الاخوان حنا اللي بغينا نقولوا راه واحد المساله خصنا نعرفوها، بان الشعب المغربي راه لا يكن للجزائريين اي ضغينه او حقد على ايه. كاين ربما هذاك الذباب الالكتروني اللي مسخرينو حتى لي جينيرو، راكم تعرفوه في السوشيال ميديا، هذوك راه تيسبوا في المغاربه وتاع. طبعا المغاربه كاينين في المواقع، كاينين حاضرين، ولكن ما تيمسوش الشعب الجزائري. بار كونتر تيمسو لي جينيرال الاخوان ديال المسؤولين ديالهم. هذه من جهه. اذا هنا الاخوان حنا طال الزمن او قصور نقولوا حقيقه، المغرب محتاج الجزائر والجزائر محتاجه المغرب. هذه حقيقه غادي يكشف عليها التاريخ. هذا الصراع ديال البوليساريو غادي يزول، لأن كما قلنا هذيك الصحراء راه مغربيه، غيكون تما حكم ذاتي غطوى الامور. من هنا كاع 10 زون كاع الا كثرات تل 32 غادي تطور امور الاخوان. صافي بح هذيك ما تبقى تما والو.
ميبقاش هاد الصراع على الاطلاق. اذا هنا اللي تنقولوا الاخوان راه العلاقات بين المغاربه وبين الشعب الجزائري راه علاقه ديال اخوه وديال النسب وديال هنا حنا اللي تنتمناو ما نمشوش حنا مع داك الذباب الالكتروني الجزائري اللي تيسبوا على اي وداك التجيش وداك التغليط وداك التمويه وداك، لان الجزائر الاخوان هي اللي بدات، والمغرب العالم كامل تيعترف بانه ساهم في تحرير الجزائر، وان اراضي مغربيه في راسها عطات الجزائر. هذه حقيقه وحنا الشعب الجزائري تنحبوه. هنا الاخوان ما نطولش لانه لبينا الطلب ديال واحد السيد على العلاقات المغربيه الجزائريه، شرحت لك ودي حنا ما عندنا مع الشعب الجزائري، هذا الجزائري كنتصل بيا وناقشت معاه وشرح لي واقتنع. اذا حنا ضد هذوك لي جينيرو كما تقول ديروا العصا في الرويضه، حنا ضدهم. وخص حتى الوعي الشعب الجزائري يوعى وهذه حقيقه بانه لي جينيرو ولا قارنا. انا قنعت قلت له ودي واش الجزائر دابا بحال المغرب؟ قال لي ودي لا راه جيت المغرب واش الانفراستركتور واش داكشي خيالي حنا احسن من الجزائر في البنيه التحتيه حقيقه يعني، هما تيقروا بها هما تيعترفوا بها، لان حنا راه فدناهم، حنا فدنا الجزائر رغم ان ما عندنا لا بترول لا غاز لا والو. راه الفوسفات عائيين، هذا موضوع اخر. الموضوع الثاني الاخوان اللي ما تجي لنا مئات ديال التعاليق ومئات ما يمكنناش غادي نجاوبوا كلشي الاخوان. هذا واحد السيد قال لي يا ودي طرح تساؤلات، قال لي هذيك القضيه ديال المبدع ابار انه القضاء خدا المجرى ديالو والنيابه العامه دارت خدمتها والشرطه القضائيه دارت خدمتها، قال لي يا ودي علاش الاحزاب اللي تتكلم باسم البيئه والمحافظه على البيئه من التلوث ومن كذا علاش لم تندد؟ ظلت صامته. هاد الاحزاب تدول لك البيئه ظلت صامته. تيتسائل تيقول لك ودي هاد الغزاله كيذبحوا في دوك الموائد واللي تنقدرهم بالمئات، منين جاو هاد الغزالات؟ منين جاو؟ وشكون اللي سهل المأموريه ديال شكون اللي جابهم؟ هادشي غريب الاخوان، هادشي غريب. وهاد الجمعيات ديال المجتمع المدني تتحافظ حتى هي على البيئه، مالكم ما تكلمتوش على هذا الموضوع؟ والحيوان والنبات راه جزء لا يتجزأ من الطبيعه. الحيوان عنده اهميته كما تنقول، الشجر عنده اهميته. حنا دابا الشجر غادي يجي يضرب الشجر ماشي مشكل، اييه، وهاد الاكسجين فين هو؟ وشكون اللي غيطرح لنا ثاني اكسيد الكربون؟ وهاد الخشب وهاد الورق. الاخوان حنا ما تعرفوش بعض المرات علاش هاد الجمعيات تيسكتوا، علاش تسكت على بحال هاد القضيه هادي؟ القضيه دي راه قضيه اساسيه الاخوان. شكون اللي جاب هاد شكون اللي سهل هاد المأموريه؟ واذا هادشي راه خطير الاخوان، شي حاجه نشوفوا في الافلام. مساله اخرى الاخوان اللي عاود اكد عليا، وانا ربما لونسينا الفيديو مع التقني ديالنا، ولكن ما عرفناش ديك اللغه اللي تستعنات ديال الناس اللي كانوا حاضرين. واش هذوك الناس تيدويو بالونجلي؟ واش دوك الناس يهود دو بالعبريه؟ ما يمكنش الاخوان نحكم، ما عندناش معطيات، حنا تسمعنا لغه، ولكن اللغه دوك الناس اللي كانوا حاضرين ما عجبهاش هي اللهجه المغربيه. تعرفوا اللهجه المغربيه، تعرفوا المشارقه كيف اللهجه ديالها. نعرف يا اخو واش لغه انجليزيه، واش عبريه، واش اسبانيه، واش ما عرفناش الاخوان. ما يمكنليش انا خويا نجاوبك على هاد ما يمكنليش نجاوبك، لانه كاين موضوعيه وكاين مصداقيه وكاين ما يمكنش نقول لك اش من لغه. سمعنا لغه ولكن ما عرفناش لغه او لهجه او ما عرفناش اخو. انا كما قلنا الاخوان كان قصور ديال الجمعيات التي تعنى بشؤون البيئه. طبعا المساله الثالثه اللي غندوزو لها الاخوان وهي آن الأوان إذا الموضوع ديال الفساد المفسدين، التطبيع مع الفساد، هذا تا هو واحد المقال ديال واحد السيد المهم عنونه بهذا الشكل. واش زعما غير هاد محاربة الفساد واش هي مرحلية أم أنها قرار ولا أولوية استراتيجية؟ طبعا هذا السؤال الإخوان تساؤل في المستوى الكبير. واش هاد الفساد
غتصدى ليه الدوله بكل حزب. طبعا تنقولوا الدوله، تنقولوا مؤسسات، تنقولوا برلمان. شفتوا نتوما ديك الشوهه ديال البرلمان اللي صوتوا على مبديف، ديك الشوهه راكم شفتوها. تنقولوا حكومه، تنقولوا برلمان، تنقولوا مستشارين، تنقولوا الاعلى، المجلس الاعلى للحسابات، تنقولوا الهيئه الوطنيه لمحاربه المال، تنقولوا اذا ملي تنقولوا الاخوان المؤسسات تنقولوا حتى المواطن. طبعا الاخوان هنا واش كاينه رغبه ديال الدوله او لا؟ هذا السؤال من الصعب نجاوبوا عليه. ربما من غتولي الفتره ديال المبدع، ولو انه كما كنقولوا ديما هاد القضايا تتعطل، بالتالي تيكون هناك هدر زمني قضائي، وللاسف خص تسريع بهاد الملفات. وكيفاش تغطريت واحد الملف اخر في القيمه ديالو من حيث التهم، ملف ثقيل من حيث التهم والفضائح، النهب والسرقه وتبذير الاموال. هنا انا السؤال اللي عندي الاخوان، هذا لما قلت انا السؤال اللي عندي، واش انا بيحل الوقت دابا الى التصريح ديال الممتلكات؟ ربما راه كان، ولكن هو ما كانش شفنا تصريح الممتلكات. واش هذه كلها تساؤلات الاخوان غادي نجاوبوا عليها. واش آن الوقت باش نربطوا المسؤوليه بالمحاسبه بشكل فعلي وبشكل واقعي؟ واش آن الوقت لعدم التسامح مع كل من يغتني بطريقه غير مشروعه؟ طبعا هذه كلها اسئله اخوان. اذا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.